أخبار مفاجئة وردتنا قبل قليل بخصوص زيت العود أو زيت الزيتون أو الزيت البلدية بالمغرب. وردنا قبل لحظات هذا الخبر الجديد العاجل. قبل ما نتعرف على التفاصيل الإخبارية الجديدة والتي وردتنا الآن، للتعرف بي معكم دائما أنا على كازاوية نيوز. والآن بعجالة إلى التفاصيل. وفي تفاصيل هذه الأخبار الجديدة، يشهد سوق الزيتون بالمغرب هذا الموسم ركودا غير مسبوق مقارنة بالسنوات الماضية، بحيث اعتاد المتعاملون على تسجيل أثمنة مرتفعة وصلت في فترات سابقة إلى نحو أكثر من 100 درهم للتر الواحد من الزيتون، من زيت الزيتون، و15 درهما للكيلوغرام من الزيتون الخام. ويرى فاعلون في القطاع أن الأسعار مرشحة للانخفاض إن شاء الله خلال الموسم الجاري، بفعل تحسن مردودية الضيعات سواء في المناطق البورية والمسقية، وذلك بفضل التساقطات المطرية اللي عرفتها المناطق، وهو ما قد يساهم في إعادة التوازن إلى السوق المحلي. يعني غالبا حسب هذه التوقعات كيقولوا أهل الاختصاص أو الناس اللي كتبيع زيت الزيتون أو اللي كينتجوه، فهاد العام إن شاء الله غادي يعاود يرخص زيت الزيتون وغادي نعاودو نتناولوه بالثمن اللي كنا عارفينه قبل من هذا الغلاء الأخير اللي كان خلال السنوات الأخيرة الماضية. السؤال هو واش حتى انت ما بقيتيش كتقضى زيت الزيتون